يا جماعة أخباركم إيه؟ ويا رب كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. معانا 3 مواضيع كده نتكلم فيهم النهارده. خلونا ندخل على الموضوع المهم اللي هو بتاع منتخب مصر ومعسكر مارس. يعني المفروض إحنا كنا هنلعب مع السعودية ومع أسبانيا في قطر في شهر مارس الجاري، ولكن بسبب الأحداث الحالية نقدر نقول إن معسكر قطر اقترب جدًا، جدًا، جدًا زي ما قُلت على الفيسبوك يعني 3 جدًا من الإلغاء. آآ الكل متوتر والكل خايف، فبالتالي إن المعسكر يُقام ده حاجة شِبه مستحيلة يعني. تمام؟ طيب السؤال التاني بقى، هل ماتش مصر والسعودية، عشان بس في تفصيلة مهمة دلوقتي، هل ماتش مصر والسعودية هيتلعب في مصر؟ والله مصر عايزة تلعبه هنا، ولكن القرار في يد الناحية التانية، في يد السعودية. يعني لسه بتدرس المواضيع، هم عندهم خطة بديلة ويعني أو بيبحثوا بمعنى أدق يعني على الخطة البديلة تكون بنفس قوة إن هم يلعبوا ماتشين جامدين. كانوا هيلعبوا مصر، وكانوا هيلعبوا الأرجنتين في المعسكر، فبالتالي هم بيدوّروا على فكرة تانية يعني إن هم يطبّقوها في مصر يلعبوا مع مصر في مصر. دي فكرة هُم بيدرسوها. اتحاد الكورة عايز يعمل كده، عايز يجيبهم مصر. هم لسه ما وافقوش، هم بقى بيفكّروا في إيه، بيفكّروا إن هم يلعبوا مصر في مصر، تمام، ويجيبوا الأرجنتين أو أسبانيا. دي حاجة جديدة أهي ما حدش قالها خالص، تمام. وأنا باقولها لحضراتكم، السعودية بتفكّر في كده، إن هي تلعب المعسكر بتاعها في مصر هنا. وهتلاعب مصر ماتش، والماتش التاني هيبقى الأرجنتين أو أسبانيا، وبالتالي مصر هتلعب مع الأرجنتين أو أسبانيا الماتش التاني. فاهمين الموضوع ممكن يمشي إزاي؟ ممكن يمشي بالشكل ده. فبالتالي مصر ممكن تلعب الأرجنتين أو أسبانيا في مارس، ده يعني بتوقيع أو بمجهود الجانب السعودي. هو بصراحة هم اللي شغالين على القصة دي، بيحاولوا يقنعوا الأرجنتين أو أسبانيا ييجوا مصر ويلعبوا دورة رباعية كده. يعني مصر والسعودية والأرجنتين وأسبانيا مثلًا ممكن ييجوا يلعبوا في مصر. ممكن مصر على فكرة تستضيف الماتش اللي هو كان هيبقى ما بين الأرجنتين وأسبانيا. كل شيء وارد. ولكن السعودية ماشية في الاتجاه ده، لإن مصر طبعًا هي أقرب دولة للسعودية، فبالتالي منطقي إن هي تتلعب بقى. ممكن إن هم ينقلوا معسكرهم لمصر، فده هيكون شيء منطقي يعني. إحنا مجهزين لاستقبال أي منتخبات، فبالتالي الموضوع ده يعني ممكن يتعمل بشكل كويس جدًا في مصر. ده بالنسبة لمعسكر مارس. ندخل في الموضوع التاني اللي معانا ليه علاقة بنادي بيراميدز. طبعًا حكم المحكمة طلع وقال لك إن الأهلي ليه حق، أو الأهلي يعني مش واخد حق حد، أو ما فيش نادي اتظلم. وده كان شيء طبيعي جدًا يا جماعة ومنطقي يعني. أنتم لو جيتوا عقلتوها بس كده هتلاقوا إن أكتر حد اتظلم هو الأهلي من القصة دي، من العشوائية اللي اتدار بيها الموقف يعني. هارجع أتكلّم في القصة دي بس عشان ما أضيّعش عليكم يعني المعلومة اللي أنا عايز أقولها. وليها علاقة بماتش الزمالك وبيراميدز. طيب، على فكرة الماتش ده مضايق الإدارة جدًا، مضايق إدارة بيراميدز جدًا، ودي معلومة يعني مؤكدة مليون في المِيّة. مضايق الإدارة جدًا، والإدارة شايفة إن يورتشيتش مدرب كان جبان في ماتش الزمالك. شايفاه إن هو كان متحفّظ دفاعيًا زيادة عن اللزوم، و كان جبان قدّام الزمالك. وفي لعيبة كتيرة اشتكت من طريقة لعب يورتشيتش للإدارة، تمام. في لعيبة كتيرة اشتكت من طريقة لعب يورتشيتش للإدارة في ماتش الزمالك تحديدًا، مش في العموم، في ماتش الزمالك تحديدًا. إن هو كان متحفّظ دفاعيًا، ويعني وحتى اللعيبة كانت بتقول إن إحنا لو كنا لعبنا ب بطريقتنا الطبيعية واللعيبة الطبيعية، والناس مستغربة إزاي زيكو مثلًا كان متألق قاعد على الدكة، عقدة الفخوري مش موجود، ناصر ماهر، حامد حمدان كان كويس جدًا قاعد. فيعني في لعيبة كتيرة أوي، لعيبة كبيرة مستغربة من طريقة إدارة يورتشيتش للماتش دوّة. فبالتالي في غضب، والإدارة متضايقة وزعلانة وغضبانة جدًا من يورتشيتش بسبب طريقة لعبه اللي اشتكى منها عدد من اللعيبة
في ماتش الزمالك تحديدًا، طريقة لعبه كانت غير مقبولة للعيبة، وبالتالي برضه غير مقبولة للإدارة، وشافوا إن يعني تحفُّظ مُبالغ فيه بشكل كبير جدًا، وده أدّى لخسارة الماتش. طيب، القصة التالتة اللي معانا هي ليها علاقة بكاموش، مهاجم الأهلي الفَذ طبعًا، اللي أنا مش عارف الأهلي جابه منين ده، ولكن يعني خلّينا نقول درس كاموش. طيب، ليه درس كاموش؟ لإنّك أنت كان معروض عليك لعيبة وباظت، صفقات باظت بسبب الفلوس. يعني إبراهيم دياباتي كان عايز راتب كبير، راح أسبانيا بعد كده، بس ما قدرتش تجيبه في الآخر. في أكتر من لعيب تاني ما قدرتش تجيبه، نزير أبو علي اللي هو الفيرود الجزائري ده فيرود كويس جدًا، برضه بسبب الفلوس ما قدرتش تجيبه. فيعني أنت ما كنتش عارف تتفاوض صح، فبالتالي لمّا الوقت الضايع جه، جِبت أي حد، وجالك كاموش، فبالتالي ده درس. درس بإيه؟ درس بإن أنت لازم تكون على دراية بإنك محتاج إيه، محتاج فيرود جامد والّا محتاج فيرود بديل والّا محتاج إن أنت تسد خانة؟ أنت محتاج فيرود جامد، صح والّا لأ؟ فيا إما كنت تدفع فلوس فيرود جامد، يا إما ما كنتش تجيب فيرود أجنبي، مش دولارات هي بتترمي على الأرض وخلاص. كنت تكمل الموسم عادي بمروان وتكمل بشريف، وعادي ممكن بن شرقي يلعب فيرود، طاهر بيلعب فيرود، يعني هتمشي يعني. فبالتالي يعني فأنت رُحت جبت أي حد، فلبست $1,000,000 تقريبًا بفلوس راتب الواد والفلوس اللي أخدها النادي النرويجي تروموسو النرويجي. فده درس يعني، أنت بتتفاوض غلط أصلًا، ومش عارف تتفاوض، وده عشان خاطر الأهلي ما عندوش لا لجنة تعاقدات ولا إدارة تعاقدات، كله داخل في بعضه يعني. تحس إن قرارات كده بتتاخد من فرد أو 2 بس. هو مش تحس هو ده اللي بيحصل يعني، ما فيش كده إدارة بشكل عام. يعني والله الموضوع ده كان أيام أمير توفيق كان منظم أكتر من كده يعني. لكن دلوقتي لأ، دلوقتي القرار في إيد واحد والّا 2 وبنجيب أي حد، أي حد نثق فيه بيقول لنا اللعيب ده كويس فبنروح نجيبه وخلاص. يعني أي كلام، أي كلام فعلًا. يالّا عامةً بالتوفيق إن شاء الله للأهلي الفريق في الفترة الجاية، ويا رب كاموش يطلّع قماش يعني، لكن ما أعتقدش ده هيحصل خالص. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.